أهم ركعتين في العشر الأواخر من شهر رمضان. بهاتين الركعتين تدرك ليلة القدر، بهاتين الركعتين تكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقبل أن نتعرف على هاتين الركعتين، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها أحد ولا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، سواء كان ذلك صدقة في السر أو بناء مسجد أو مساعدة للفقراء والمساكين أو أي عمل صالح. وفائدة هذه الخبيئة من العمل الصالح أنها تكون تأكيدا لمعنى الإخلاص في قلوبنا، وفتحا لأبواب الأجر والثواب وقضاء الحوائج وتحقيق الأمنيات بفضل الله عز وجل. جميعنا نحرص على صلاة التراويح وصلاة التهجد في المسجد مع الناس، ولكن بعيدا عن صلاة التراويح والتهجد لا بد أن يكون لك ركعتين في كل ليلة من الليالي العشر بينك وبين الله عز وجل، لا يراك فيهما أحد ولا يعلم بهما أحد إلا الله عز وجل. تصلي ركعتين خفيفتين في هدوء وإخلاص تبث فيهما همومك وتسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يحقق لك ما تتمنى. فإذا فعلت ذلك تكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.